ذات مرة كان هناك رجل عجوز وامرأة عجوزة، وكانت لديهم دجاجة تسمى رياضة. وفي يوم وضعت الدجاجة بيضة، ليست بيضة عادية ولكنها بيضة ذهبية. فضربها الرجل العجوز ثم ضربها، وضربتها المرأة العجوزة ثم ضربتها، ولكنها لم تنكسر. جرى الفأر ملوحا بذيله فأسقط البيضة على الأرض ثم انكسرت. بكى الرجل العجوز وبكت المرأة العجوزة، دجاجة قائلة: لا تبكي يا عجوز، لا تبكي يا عجوزة، سأضع لكم واحدة جديدة، ليست ذهبية ولكنها